مرحبا بكم خياتي، مساء الخير عليكم. ان شاء الله يا ربي لا فيديو تاعي تلقاكم ديما بخير، ديما مهنيين وديما بصحيحتكم ان شاء الله يا رب. من وصفات رمضان رحنا ديريكتومون لوصفات العيد، يعني مره ندير لكم وصفات تاع رمضان بيسك مازال رمضان، ومرات ندير لكم وصفات العيد. اليوم ان شاء الله حبيت نبارطاجي معكم هذه الوصفات تاع لي زاموندين ولا لي تارتولات. تجي بزاف بنينه وتحمر الوجه والبنه تاعها خرافيه. لهذه الوصفه نسحقوا العجين ديالي اللي هي 150 غرام تاع مارغرين، بيضه كامله وصفار بيضه، 70 غرام تاع سكر جلاسي، وملعقه صغيره تاع لافاني، وحوالي 400 غرام تاع الفارينه. يعني راني كتبت لكم المقادير على جهه، تقدروا ديروا سكرين. نروحوا لطريقه التحضير ولا طريقه تحضير هذا الكاطو. ناخذ الغيسيبيون ديالي نحطوا فيه لا مارغرين اللي تكون بدرجه حراره الغرفه. قلنا نضيفوا لها صفار بيضه مع حبه بيضه كامله، ونخلط كل شيء بالباتور. هنا حبيبتي اذا وصلتي لهنا ومازال ما درتيليش جيم، واش نقول لك، ماش راكي تسناي باش ديري لي جيم، واذا ما راكيش مشتركه في القناه اشتركي في القناه هكذا باش تكبر القناه وباش يستفاد اكبر عدد ممكن من المتابعين. وما تنسايش بارطاجيها مع الاحباب والاقارب. هنا حبيباتي نخلط هكا كامل بالباتر حتى تحصلوا على خليط يكون منسجم بهذه الطريقه. من بعد نضيفوا سكر جلاسي ديالي بعد ما غربلو مليح باش نخلص كامل من الكرات. هكا بهذه الكيفيه. نضيفوا لافاني كيف نزيد نغربلها. هكا حبيباتي، ونخلط كل شيء مع بعض. نزيد نخلط بالباتر، قلنا حتى نتحصلوا على خليط يكون منسجم، والمارغرين تاعنا تكون دخلت في البيض ودخلت في السكر جلاسي. هنا نستعمل يدي ونضيف الفارينه غير بالتدريج، اللي هي 400 غرام تاع لافارين، نضيفوها غير بالعقل. ونخلط حتى نتحصلوا على خليط يكون طري. هنايا الفارينه على حسب، يعني الفارينه تاعكم كاين اللي تشرب وكاين اللي ما تشربش. انا هنايا خدات لي حوالي 400 غرام، وانتوما والفارينه ديالكم تسمى تخلطوا بالفارينه حتى وين تحصلوا على خليط يكون خليط يكون طري. هكا نضيفو غير بالعقل باش هكذاك نتحكموا في لا تيكستور تاع العجين ديالي. شوفوا هنا العجين تاعي كيفاش خرج لي، يعني خرجت لي طريه، خرجت لي ما شاء الله. نحطوها في جهه ونغطوها، وناخذوا لي مول ديالنا اللي يدخلوا في الفرن. هنا حبيباتي درت انا في ساشي اليمونتير، وانتم ديروها في يعني غطوها وخلاص. هنا ناخذوا لي مول تاعي حبيباتي اللي قوالب تاوعي. انا خديت هذا القالب، وهذو هما القوالب تاع لي ملاح لي طارطولات. كاين اشكال انواع، يعني الشكل اللي حبيتوه اخدموا به. هنا نبدا نحي غير كميه صغيره ونحاول نيطاليها كامل على المول ديالي. بعد ما انا درت له يعني درته بلا مارغرين باش ما يلصقليش، وهكا نمشي كامل العجين على المول ديالي، والزوائد نحيهم، نساوي القاع باش ما يتنفخليش وباش ما يجينيش خشين هكا، ونحي كامل زياده. شوفوا كيفاه، هاي ليك الحبه ديالي
قلنا دائما في القاع وما في ليكوان هكايا نسيو نعبزو عليهم باش ما تجيناش العجينه خشينه، ونتقبوها هكا بالفرشيطه. نحاول اني نكمل كامل الكميه ديالي بنفس الطريقه حتى وين نكمل العجين ديالي هكا، حتى وين نكمل العجين ديالي. انا حبيباتي بعد ما شكلت كامل الليمون ديالي نحطهم في جهه، كون كامل الليمون لازم تكونوا تقبتوهم وسويتوهم مليح. نروح نحضروا الحشو تاعي اللي فيه 3 كيسان تاع الكاوكاو المرحي، وهنايا استعملت اللوز ايفيلي، وهنا استعملت مربى المشمش. هنا حبيباتي الكاوكاو حبيتو تستعملوا كاوكاو، حبيتو تستعملوا اللوز، يعني كيما تحبوا. هنا خذيت حوالي 3 كيسان تاع الكاوكاو مرحي مكيل بالكاس هكا، استعملت 3 كيسان. ونجمعهم بلا كونفيتور. انا خديت كاس ونص تاع لا كونفيتور، ونحاول اني نخلط كل شيء مع بعض. ونعمر بهم ليمون تاوعي، هما مازال ماشي طيبين، يعني ما نعمرهمش بعد ما يطيبوا، نعمرهم هكايا ماشي طيبين، ونخلوهم يطيبوا كلش مع بعض على درجة حرارة 180 درجة حتى وين نحسوا انه لاباط تاعنا طابت. ونحهم ما نعمرهمش مليح باش هكداك ما يفيضولناش، باسكو مع لا كونفيتور من بعد تفيض. هكا نساويوها كامل ونغطيوها باللوز ايفيلي هكا بهذه الكيفيه. يعني لازم يكون عندكم شويه سعه الخاطر باش تستعملوها، باش ديروها كامل هكايا ساير داير. صدقوني هذه الوصفه بزاف 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 بنينه، يعني هذه الوصفه تاع لي زاموندين ولا لي تارتولات بزاف بزاف بنينه. ننصحكم انكم تجربوها وتحمروا الوجه تاني. نعمر كامل لي تارتولات تاوعي هكا، ما تعمروهمش مليح. انا شاك نقول لكم ما تعمروهمش مليح باش ما يفيضولكمش، باسكو مع لا كونفيتور مخدومه بالعسل تما طفيت شويه، تما سيو ما تعمروهاش مليح وغطوها هكايا باللوز ايفيلي حتى وين تلقاو باللي لاباط طابت نحيوها. تجي معلكه تجي بنينه، يعني ما عندي ما نقول لكم والله العظيم، غير يعني تستاهل انكم تجربوها. هكا حبيباتي نعمروهم كامل بنفس الطريقه ونطيبوهم، ونتلاقاو بعد ما يطيبوا باش نشوفوا الاضافه اللي حنزيدوها من بعد. هنا حبيباتي بعد ما طابوا لي الحبات تاوعي، شوفوا كيفاش تحمروا. نحكم لاجولي نسخنها ونجوز عليهم كامل من الفوق هكايا بالبانسو هكذا كامل، وناخذ لا سوريس كونفي كل وحده نقسمها على زوج ونحطها من الفوق كديكور. والديكور يقعد لكم اختياري، يعني كل واحد كيفاش يحب يدير الديكور تاعو. انا خديت انايا لاجولي درتها من الفوق اوبليغاتوار باش تعطي لا بريونس، ودرت لها لا سوريس كونفي بهذه الطريقه. ونتلاقاو ان شاء الله في طبق التقديم، يعني وصفه فريمون تستحق انكم تجربوها، ووصفه بزاف بزاف بنينه.
وسهله، يعني سهله باش تحضريها وما تاخذش مقادير بزاف. انا حبيباتي هاهم ليك لي طارطولات تاوعي، وان شاء الله تكون الوصفه تاعي عجبتكم، وان شاء الله تجربوها وتنجحوا فيها. واذا عجبتكم ما تنساونيش بالتعليق، تحطوا لي في التعليقات وجام للفيديو. ونزيد نقول لكم دائما وابدا اشتراك القناه باش تكبر القناه بكم. نتمنى الفيديو عجبكم، والى فيديو اخر ان شاء الله. دمتم في رعايه الله، بقوا على خير خوتي خياتي اخواتاتي.